ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ قصتنا النهارده عن الحقد والانانيه. بس قبل اي حاجه متنسوش سبسكرايب واللايك وتفعيل الجرس، ويلا نبدا قصتنا النهارده. قصه فظيعه، يلا بينا. عرس النار بالجهراء في الكويت، ابشع جريمه زوجيه في العالم. جريمه حرق عرس العيون اتصنفت بأبشع الكوارث الإنسانية في العالم كله. ترجع الأحداث لسنة 2009. وصل عدد الضحايا أكتر من 58 ست وطفل، وعشرات المصابين بتشوهات وإصابات بالغة، غير الخسائر المادية. تعالوا بقى نبدأ في قصة عرس الجهراء، ومين كمان السبب وليه. يوم السبت الموافق 15 أغسطس 2009 اتنصبت خيمة عرس كبيرة في منطقة الجهراء بالكويت، واتزينت لاستقبال المعازيم من أهل المنطقة وخارجها. وعلى الساعة 8 مساء كانت الخيمة اتملت بالسيدات والأطفال. خيمة العرس دي بتكون مقفولة من كل اتجاه ما عدا باب الدخول. أصوات زغاريت وفرحة مالية المكان، والأطفال بيلعبوا بسعادة. لكن على الساعة 8:30 الحال كله اتبدل، وحصلت اللي ما كانش حد يتوقعه، واتقلب الفرح من زغاريت لصويت. اللي حصل إن نار ولعت في كل الخيمة، حريق ضخم جدا بياكل في كل الخيمة. وخروج السيدات من الخيمة على الشارع كان صعب جدا عليهم، لأنهم كانوا بملابس مكشوفة. مع سرعة النار وكمان الانفجار اللي حصل، خلى مفيش مجال للموت، وألسنة النار بتكبر وتاكل كل اللي في المكان مرة واحدة. الخيمة وقعت وهي مولعة على المعازيم، ومسكت فيهم كلهم، سيدات وأطفال. الجيران وأهل المنطقة كانوا في حالة صدمة، والكل كان بيحاول على قد ما يقدر ينقذ ما يمكن إنقاذه. بس ريحة الموت بدأت تملى المكان. وصلت بسرعة عربيات الإسعاف والإطفاء والدفاع المدني والحرس الوطني. رغم محاولات الإنقاذ، بس مات أكتر من 58 ست وطفل، غير طبعا حالات الإصابات البالغة والحروق المميتة. الجثث كانت متفحمة، وأهالي الضحايا معرفوش يميزوا الجثث، لدرجة إن الإدارة العامة الجنائية اضطرت تعمل تحاليل DNA عشان يعرفوا هوية الجثث ويسلموها لأهلها. ومن كتر الجثث ما كانوش عارفين يدفنوها امتى، لدرجة ان هم كانوا عاملين الجنازات بمواعيد عشان الدفن وما يحصلش ازدحام. وبدأت التحقيقات عشان يعرفوا اذا كان فعل فاعل ولا قضاء وقدر. بس الصدمة انه فعل فاعل. طب ما تيجي نعرف مين السبب. المباحث الجنائية لقوا في مكان الحادث ازايز فارغة او فاضية جواها بواقي بنزين. وفي عاملة منزل اصلها هندي شافت ست منتقبة طلبت منها ورق جرايد عشان تشعل بيها نار، وكان في ايديها علبة كبريت. وكمان في سواق تاكسي قال ان في ست منقبة ركبت معاه وانها رايحة لخيمة العرس، بس وقفته عند محطة بنزين، ونزلت ورجعت معاها ازازة فيها بنزين، وطلبت منه ينزلها عند مكان العرس. استدعت النيابة العريس واسمه زياد الزفيري، وسألوه هل انت شاكك في حد معين؟ فهو قال ايوه، زوجتي نصرة. نصرة دي زوجته الأولى، عندها 22 سنة، اتجوزها سنة 2004، وكانت الحياة بينهم طبيعية، وعنده منها طفلين. لكن بعد فترة زادت الخلافات الزوجية، فقرر ان يتجوز مرة تانية. وكانت نصرة رافضة تماما، وأكد على كلامه قرايبه، وقالوا إن نصرة قالت أقسم بالله العظيم لأقلب العرس ده العزا وأحرقكم كلكم. اتقبض على نصرة واعترفت بجريمتها البشعة، وقالت إنها تستحق الموت، وإن اللي عملته كان بس تهديد لجوزها، وإنها مش راضية على جوازته التانية، والغيرة والأنانية عمت قلبها. وفعلا اشترت 1.5 لتر بنزين وكبته على طرف الخيمة، وكانت كل اللي متخيلاه إنهم بس هيحسوا يعني بالحريق
في طرف الخيمة ويجروا فتخرب الليلة. بس ده اللي كانت متخيلاه. بس لما شافت الأخبار عرفت اللي حصل، وإن في 58 ست وطفل ماتوا، غير طبعا الإصابات البالغة. واللي زود الحريق أكتر كان في عربية جيب ركنة جنب الخيمة فانفجرت، لما وصلها النار انفجرت. اتوجهت نصر للمحاكمة، وتوجه ليها تهمة الحرق العمد والقتل العمد، واتحكم عليها بالإعدام. رحم الله شهداء حريق عرس الجهراء وأسكنهم فسيح جناته. وبكده نكون وصلنا نهاية القصة. استنوني في قصة جديدة. كان معاكم ميرا، رعاية الله.